السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة برضو مشتريات، لكن فيديو مختلف، مشتريات لحاجات البيت. عايزة اقول لكم يا جماعة، انا مش الحاجات هي اللي انا بجيبها، ولا ليا شرط ميعاد معين انزل اجيب فيه طلبات الشهر او طلبات كل اسبوعين. لا، انا بنزل مثلا اي فترة، زي مثلا نزلت امبارح، يعني قبل الشهر ما يخلص، لسه مش اول الشهر. نزلت بجيب كل الحاجات اللي انا عايزاها. انا بكون كاتبه لو حاجه انا هنساها مثلا اقوم كاتباها في ورقه عشان ما انساهاش، واشوف ايه اللي ناقص عندي وبجيبه. وانا بتسوق كده بالحاجه، بتبقى قدامي وببقى عارفه انا عايزه اشتري ايه. الحاجه ممكن تقعد معايا اسبوعين، ممكن تقعد معايا 3، في حاجات بتقعد معايا من الشهر للشهر ما بجيبهاش. فمش اساسي عندي الحاجات ديت، هو الحاجه حسب ما بتخلص. اول حاجه انا جبت جهينه دوت ليا. ده انا جايباه اقل جنيه، يعني دوت انا بجيبه من بره ب11، انا جايباه ب10 وربع. انا جايبه واحد بس، ما حدش بيشربه غيري. والحاجه التانية بقى اللي هي دومتي فيتا اهي. هي دي عامله 17.5، دي كان عليها خصم في الواحده 4 جنيه، انا جبت منها 2 اهو. الميه طلعت لان كنت حطيتهم في التلاجة فطلعتهم تاني عشان اصور، لان جبتهم امبارح بالليل ما كنتش قادره اصور بصراحه. جبت، بصوا انا هقول لكم مش شرط الاكل على بعضه او المنظفات على بعضها، انا هقول لكم حسب الرصيد عشان اقول لكم الاسعار. تاني حاجه بعد كده اللي هو ملمع الازاز اهو. انا دايما بجيب على فكره يا جماعه اللي هو الازرق ماشي، بس المره دي انا جبت اللي هو بعطر، فلما اشوف انه الاحسن يعني بالتفاح، فاول مره اجربه بصراحه. انا جلاسي دايما ما بجيبش غيره منظف ازاز. اللي بعد كده اللي دوت عامل 42 جنيه، كان عليه خصم 11 جنيه، فحلو جدا بصراحه. عندي جبت بقى اللي هو الدقيق، جبت ريحانه بجيبها دايما كتير، ده متعدد الاغراض، حلو جدا. ده كانت عامله 27 جنيه، فحلو قوي. وجبت كمان، جبت 2 ريحانه، وجبت واحد اللي هو الضحى. طبعا جبت لهم اندومي. انا مش بجيب لهم اندومي على فكره خالص، مش مؤيده انا الاندومي خالص، غير كل فتره قليله، فلقيتهم جابوه وحطوه في البوكس. يا ماما بالله عليكي، خلاص ماشي هاتوه. جبت بقى اللي هو زيت اللي هو اسمه طعامه. فين طعامه ده؟ مش عارفه انهي بصراحه. اهو اللي ورا ده عامل 42 جنيه. ده انا جايباه اللي هو قال لي بقى الاستخدامات بتاعتنا، وجبت منه 2، وجبت 2 صني، وجبت ايه تاني، وجبت اوبلكس. في ايه تاني؟ اما يقابلوني هقول لكم اسعارهم. وجبت الممتاز برضو. الممتاز دي حلوه، جربتها قبل كده، وجربت صني على فكره، وجربت اوبلكس اول مره اللي هجربها اللي هي طعامه دي. في ديفا بقى هاند ووش، ده كانوا عاملين عرض الاتنين حلو قوي. العرض كان ب62 بس عليه خصم 10، يبقى ب52، ولا هو ب62 من غير خصم، مش عارفه، بس هو حلو جدا. انا ما بجيبش غير يا اما ديفا، وديفا الازرق ريحته فظيعه فظيعه، وبتثبت في الايد بشكل غير عادي بصراحه، وايدك مش بتجف بعدها، بتحسي ان هو مرطب ايدك كويس. ديفا يا اما مود اللي هو لونه بوستاج، لونه اخضر كده، الاثنين ما بغيرش فيهم، يا ده يا ده. اهو بصوا. وجبت دلوقتي اللي هو فريده الشاور جل، ده بزيت جوز الهند والارجان. دوت شاور جل عامل 55، كاتبين ان هو ليه خصم 7 جنيه. عايزه اقول لكم هو عجبني فيه، انا فتحت ريحته وشميتها هناك قبل ما اجيبه، ريحته حلوه قوي. ومنتجات فريده يعني انا مجربه كذا حاجه منها فحلوه، فقلت ده اجيبه، اول مره هجربه، مش عارفه لسه ايه يعني. في ايه تاني جبت برضو فريده المعطر، ده على طول انا بجيبه، واللي هو بالتوت مش بغيره، ريحته حلوه جدا جدا جدا، ما بغيرهوش بصراحه، وما بقدرش استغنى عنه، يعني اول ما يخلص لازم اجيبه على طول. اللحوم لسه هقول لكم عليها في الاخر. المكرونه هي ب10 جنيه، بس كاتبين لي ان في خصم 3 جنيه. بصوا بقى، انا بحب دايما النوع اللي هو الصغير ده، وبحب اللي هو، بصوا الولاد كنت لسه بذاكر لهم القلم عامل ايه في ايدي، مش معلنا. في ديت
اللي هي المعوجه دي بحبها، انا جايبه من كل نوع، بجيب 3. في ايه تاني؟ سباكيتي. والشعريه بقى هي اللي جايبه كتير، مش عارفه واحد اتنين، يعني ما شاء الله جايبه كتير، لان الشعريه اكتر حاجه انا بحتاجها كتير. اللي هي القلم جايبه 2. دي المكرونات، وانا قلت لكم كده على سعرها، هي تقريبا كلها بتبقى نفس السعر يعني، مفيش غير اللي هي السباكيتي الكيلو عامله 24 جنيه، وعاملين ان فيه خصم 4 جنيه. في بقى الحلاوه، جبت اللي هي البوادي، لا في اللي هي السبريد الاول، السبريد دي اللي هي اللي هي السايحه، وجبتها اللي هي بالشوكولاته والبندق، دي عامله 47 جنيه. جبت بقى البريل. فين البريل؟ الولاد ما جابوش البريل، بس ماشي كلنا عارفين شكله. البريل اللي كان عامل 39 جنيه، وعاملين ان فيه خصم 4.5. جبت بقى لانشون حلواني، بس ده احنا فتحناه، اللي هو كان دجاج. الطمن كان عامل، مش طمن، هو كان بالجرامات، اللي انا جبتهم 68. بس على فكره انتوا عارفين اللي هو حلواني غالي، وكمان اللي هو بالدجاج، احنا فطرنا بيه يعني. في ايه تاني؟ في دونت، برضو الدونت الولاد بقى كلوها بالليل، ما علينا. كنت جايبه 4 مع بعض، ال4 كان عليهم خصم 2 جنيه، يعني الواحده كانت تقريبا ب7.5. جبت بقى اللي هو المربات، انا ما بجيبش غير حلواني حلوه. وعلى فكره في برضو رشيد الميزان حلوه. في حلواني ديت كانت عامله 29 جنيه، عاملين ان في خصم عليها 5 جنيه على الواحده. جبت 2 فراوله و2 تين، لان هما مش بياكلوا غيرهم. ساعات بس انا ماليش في المربى، بس ساعات كده من الوقت للتاني اقوم مغيره، جايبه لي مشمش برتقان. المناديل بقى جبت بابيا. على فكره يعني احسن حاجه موجوده في الوقت دوت هي بابيا، حلوه جدا جدا جدا. دوت كان عامل 110، بس كانوا عاملين عليه خصم كبير قوي، مش عارفه عاملين خصم 50 جنيه، يعني المفروض دي واقفه عليا ب60 او 55، فحلوه جدا طبعا. الواحد فيه بيبقى 550 منديل. وجبت اطياب بلانشون. اطياب بلانشون جبت دول اهم. دي فين؟ هاتي كده يا رهف، مش باين اهي. دي عامله 44 جنيه. هو الجرامات مش واضح الوزن بتاعها، معمول 212. طيب جبت بقى بسكوت شاتو ب 18 جنيه. الولاد بيحبوه جدا، نعمل لهم كده شاي وياكلوه. كنت جايبه 2، فتحنا واحد وواحد لسه. الكبده برضو هبقول لكم عليها في الاخر. جبت اللي هو ازيز نعناع اهو، ده عامل 12 جنيه. والسيجنال المعجون الاسنان ده انا بجيبه عادي، السيجنال العادي. وساعات بجيب الفحم، بس الفحم انا بستخدمه مش بخليه للولاد. هما الولاد الاول كانوا بيحبوا اللي هو بجيب لهم اللي هو الصغير اللي هو كوكولا والحاجات دي، ما بقوش يحبوها يعني، قعدوا يقولوا احنا كبرنا يا ماما على ده، فبيستخدموا عادي معايا سيجنال، معايا ده اللي هو بالفحم. وبجيب ليا برضو واحد تاني اللي هو لتبييض الاسنان، برضو هو مش بيستخدموه معايا. المهم، وجبت اوريو بسكوت اللي هو الواحد ب5. انا برضو بستخدمه من 5 ل 6 تقريبا او 5 ونص. في بقى المراعي ب34.5، برضو انا بجيبها بره اغلى من كده. في جنة بقى، جنة عاملة 49.75، والله حلوة برضو، بجيبها بره اغلى من كده. يعني على فكرة يا جماعة، انتوا لما توفري في الحاجة جنيه 2 3 مش عارفة 5، اما تكوني جايبة حاجات كتير هتعمل معاكي كمية. يعني مش بقولك روحي بقى من هايبر كبير وهاتي حاجة، لا يعني لو انت هتجيبيها حاجة مش هيبقى توفير خالص، لكن لما بتجيبيها مرة واحدة بتعمل معاكي توفير كويس. في بقى اللي هي جبنة رودز، دي عاملة 35. وفي هاينز الصلصة دي كانت على فكرة اهو، بصوا اللزق بتاعها حتى، بس اتفكت مننا. دي كانوا عاملين 4 مع بعض، عاملين 84 جنيه، ده كان عرض. وفي بقى الجبنة اللي هي الرومي، الجبنة التركي، دي كانت عاملة 43 جنيه و45 قرش. في ايه تاني؟ انا قلت لكم وسعر اللي هو الممتاز لما يجي الزيت هقول لكم. الممتاز دوت كان عامل 54 75. جبت ترمس
الكيلو، لا ده مش كيلو، وريني كده ده قد ايه. لا كيلو و6 جرام، ده عامل 44 جنيه. الملح بقى، طبعا الملح كلنا عارفين هو بجنيه يعني مش محتاج حاجه. انا كنت جايبه 5 منه اهو ولا 6. وجبت ليبتون دوت عامل كام؟ عامل 23 جنيه. وجبت فين لا في حلويات بقى مش لازم اقول لكم عليها، حاجات غريبه كده ولادي بيجيبوها دايما. هما اللي اتفضل منها اللي انتوا شايفينه ده، بس طبعا هما اكلوها يعني ما يتوصوش في الحاجه الحلوه. كانوا جايبين برينجلز، كان عامل 1.32 اللي هو الصغير ده، اللي غلى قوي بصراحه يعني. في بقى ايه اللي هو فين اسمه ايه اهو، اللي هو دريم المسحوق دوت عامل 15. في بقى كومفورت ده انا اول مره هجربه. انا كنت بجيب داوني بس داوني غلى قوي، ولقيت الريحه ديت مقربه من ريحه داوني، حلوه الريحه عجبتني فهجيبه واجربه. ده اول مره اجربه، ده عامل 45 جنيه. طبعا بالنسبه لداوني يعني داوني عدى ال100 يعني، فده بالنسبه له حلو، بس انا لسه ما جربتهوش يعني، بس اسمع ان هو كويس. كورن فليكس، فين الكورن فليكس اهو، كورن فليكس بالعسل. انا كنت بجيب الاول اللي هو العلب، بس ده اوفر من العلب بكتير يعني. بصوا دوت مكتوب عليه 19 جنيه 66 و364 جرام، فحلو جدا. جبت ايه تاني؟ اللي هي المقرمشات دي، في دي اهي اسعارها مكتوب عليها يعني، دول ب 28 جنيه و84 قرش، 412 جرام. ودي 35 جنيه، دي 500 جرام يعني نص. جبت بقى بيكنج باودر، كلنا عارفين فلوسها البيكنج باودر والفانيليا، ومش محتاجه ان انا اضيع وقت في الفيديو واقول لكم على فلوسها. وجبت اللي هو البن طبعا عبد المعبود، حلو جدا. جبت ايه تاني؟ جبت الهاينز الكاتشب اهو، ده كان عرض الاتنين برضو مع بعض، ده كان عامل 54 جنيه. وجبت كلوروكس الوان اهو، كلوروكس الالوان دوت عامل كام؟ عامل 30 جنيه، فحلو. في بقى ايه تاني؟ جبت رنجة، الرنجة ديت الثلاث وحدات عاملين 75، فدي حلوة يعني، دي هعملها النهارده. تعالوا اتفضلوا معايا يا جماعة. مبحبش اجيب رنجة واركنها ابدا عشان الريحة، بجيبها يبقى استخدمها على طول. في بقى الحلاوة اللي هي السادة دي عاملة 65، اللي هي الوسط، الحجم الوسط. وفي الجيلي اهو دريم. وفي ايه تاني؟ وفي شاي الوردة كلنا عارفين فلوسه. وفي الذرة بقى، الحاجات ديت اهيت الاسعار حتى مكتوب عليها 84 86 قرش. واللحيمي دجاج ده اللي احنا كلناه. وفي المرق بقى اهوت، المرقه الفوريه، جبت واحده اللي هي بالخضار وواحده مرقه الدجاج اهم الاتنين دول. الواحده عامله 8 والتانيه 8 ونص. وبكده بقى الفيديو يكون خلص معانا وبالاسعار زي ما انتم ما طلبتوا قبل كده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو مش مشتركه في القناه يا ريت تنوريني وتشتركي، وما تنسيش تعملي لايك لو عجبك الفيديو، واستنوني في فيديو جديد.